السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أعادت الصحافة الإيرانية بفخر واعتزاز موقف المملكة العربية السعودية، والذي تبعه مواقف الإخوة الخليجيين من الضربات الأمريكية على إيران، وذلك عن طريق مجموعة من المواقع العالمية، وعلى رأسهم صحيفة الجارديان التي نشرت هذا الخبر. فأعادت نشره طهران تايمز، الصحيفة الإيرانية الكبيرة جدا، وتحت عنوان دول الخليج العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية تعارض الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران. هذا الخبر الذي نقل عن صحيفة الجارديان البريطانية يؤكد أن إيران الآن معجبة بهذا الموقف الجديد للمملكة العربية السعودية ودول الخليج ضد ضرب إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران ضربات وقصف لم يسبق له مثيل. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هذا الموقف الخليجي هو مغاير تماما للمواقف السابقة إثر التهديدات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران، وذلك لتغير مجموعة من المعطيات الآن، ومن بينها أن العلاقات الآن بين المملكة العربية السعودية وإيران علاقات جيدة جدا، ومن بينها أيضا أن المملكة العربية السعودية لم تعد تفضل النهج العسكري كسبيل لإيجاد الحلول السياسية، بل تفضل دائما الحل السلمي والحل السياسي بدل الحل العسكري. لذلك موقف المملكة العربية السعودية واضح تماما، وهو موقف يعارض هذه الضربات. وتقول صحيفة الجارديان أنه بمجرد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتم أيضا عرض هذا الأمر أو هذا الطلب السعودي للرئيس الأمريكي بعدم ضرب إيران. بمجرد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون موضوع أو طلب رفض ضرب إيران موضوعا على طاولة المناقشات بين الأمريكيين والسعوديين. الصحيفة قالت أنه في الماضي لم تكن هناك معارضة خليجية لأي ضربات للبرنامج النووي الإيراني، على اعتبار أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديد حقيقي لأمن الخليج ككل، وليس فقط أمن المملكة العربية السعودية. وكان حديث الأمير محمد بن سلمان قبل بضع سنوات أن إيران إن امتلكت قنبلة نووية فالمملكة العربية السعودية ستمتلك تلك القنبلة النووية، يؤكد هذا الصراع وهذا المشكلة الدائر حول البرنامج النووي الإيراني بين إيران والمملكة العربية السعودية. دونالد ترامب توعد الإيرانيين بقصف مدمر وأعطاهم مهلة شهرين تقريبا، وإذا انتهت مهلة الشهرين ولم يستطيعوا طبعا أو لم يدخلوا في مفاوضات اتفاق نووي جديد سيبدأ القصف. لكن الإيرانيين سارعوا إلى الرد وقالوا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق الوسيط العماني. بالمناسبة ترامب حين أرسل رسالته إلى إيران أرسل الإمارات العربية المتحدة وأرسل رسالته عبر كبير الدبلوماسيين الإماراتيين أنور قرقش، ولكن إيران حين ردت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ترد عبر الإمارات، ولكن ردت عبر سلطنة عمان، بإشارة واضحة إلى أن إيران لا تريد أن تكون الإمارات هي الوسيط ما بين الولايات المتحدة وإيران، بل تريد أن تكون سلطنة عمان التي لها سوابق في هذا الأمر. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا ردت إيران عن طريق قائد قوة الجو فضاء أمير علي حاجي زادة بأخطر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وقال للأمريكيين تحديدا: لديكم أكثر من 10 قواعد عسكرية في المنطقة، وفيها أكثر من 50,000 جندي أمريكي، فمن كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة. وأعتقد أن هؤلاء الجنود الموجودين في هذه القواعد موجودون في بيوت من زجاج. السلام عليكم.